آخر إشي كان ناقص الأردنيين هو بكيني الأميرة رجوى الحسين. من وقت ما انتشرت صورة لولي العهد الأردني عم بيظبط البكيني لزوجته العروس رجوى، اجت مواقع التواصل بتقول وكأنه مستقبل الأردن والأردنيين صار كلياته على المحك. والصراحة من كتر ما الموضوع عامل ضجة بتحتار شو اللي بينحكى وشو اللي ما بينحكى، وهذا لحاله بخليك تعرف قد ايه وضعنا العربي سيء. السلام عليكم أولاد خالتي المحترمين. من كم يوم انتشرت صورة لولي العهد الأردني مع زوجته الأميرة رجوى في مكان استجمام بحري على ما يبدو، وهي لابسة مايو ظاهر معظم جسمها، بس الأمير للصراحة كان لبسه محتشم، بلوزي وشورت ويا دوب مبين شي من جسمه. هاي الصور عملت ضجة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي، وفجأة بتحس حالك بقلب محاضرات، شي عن السياسي وشي عن علم الاجتماع وشي عن الاقتصاد، بل وصلت الأمور لحد سلالة النبي عليه الصلاة والسلام. حساب باسم الدكتور نصير العمر ناقش الموضوع من جهة إنه الأمير وين والشعب الأردني وين، وإنه في فرق كبير بين عيشة الأمراء وعيشة عامة الناس. وكتب: ولي العهد الأردني في رحلة النقاهة الدائمة حول العالم، بينما يعاني شباب وشابات الأردن من تأخر الزواج والبطالة والمخدرات والضياع. والرسالة من هاي التغريدة واضحة: تحميل سلوك الأسرة المالكة في الأردن الوضع الاقتصادي السيء للشعب الأردني. حساب باسم سلمان أبو صقر أخذ الموضوع باتجاه المشاعر الدينية، وراح كتب تغريدة بيقول فيها: كيف لولي عهد دولة عربية مسلمة يدعي انتسابه للأسرة الهاشمية وسلالة رسولنا الكريم أن يظهر بهذا الشكل المنحل والبعيد كل البعد عن القيم الدينية والثقافية للشعب الأردني. ويبدو أنه حساب باسم بكري رد عليه بس على طريقة النفي، وقال: قيمهم غربية، سياحتهم غربية، يعيشون في الخارج معظم أيام السنة ولا يعودون إلا لسحب أموال الأردنيين للسياحة والنقاهة في أوروبا وكاليفورنيا. شفتوا كيف أنه قطعة مايو نكأت كل الجراح وجابت كل الألسن والأسهم وتم توظيفها في جدالات ومماحكات سياسية؟ بس بتعرفوا شو الغريب بالموضوع؟ الغريب إنه اللي كتبوا هذا الكلام معتقدين عن جد إنهم عم بيهاجموا النظام الأردني ومفكرين حالهم معارضة، مع إنه بهذا الكلام قدموا أكبر خدمة للنظام. وخليني أوضح: لما سلوك شخصي بيتحول لقضية سياسية ودينية واقتصادية واجتماعية، شو اللي راح يصير بالضبط؟ اللي راح يصير بكل بساطة إنه أنت نفسك اللي استغلت الموضوع عشان توظفوا بالسياسي وفرت مخرج من الفاعل انه تتم مساءلته عن الفعل نفسه. يعني بدل ما يكون الموضوع اذا كان هذا السلوك صح او غلط، اخذت النقاش لاماكن ثانية وما جاوبتنا على السؤال: اذا شلنا وضع الاردن والاردنيين وقصة الاسرة الهاشمية وسلالة النبي عليه الصلاة والسلام، فهل هاي الصور اصلا مقبولة؟ وهل هذا تصرف يليق بولي عهد؟ ركز على هذا النقاش، لأنه هذا النقاش هو الأساس. بس لما تاخده لمحلات تانية بتكون عم بتضيع المسألة الأساسية. هيك رح نلاقي حالنا قدام الصور نفسها. هل هي صور مفبركة؟ هل تم أخذها في مكان خاص أو عام؟ هل حصل نشرها على إذن قبل نشرها؟ وأصلا مين هو الناشر؟ وهون المفاجأة. ليش هاي الأسئلة مهمة؟ لأنه البعض اللي دافعوا عن ولي العهد الأردني ركزوا كثير على مسألة الخصوصية. حساب باسم عمر الطويل كتب: خائن من يتعرض لأعراض الناس وخائن من يتعرض لأعراض شعب بأكمله. ما مستوى الدناءة التي يمكن أن يصل إليها المرء بنشر الصور خاصة أخذت خلسة دون استئذان، مع هاشتاج كلنا ولي عهد الأردن. وهي حرب الهاشتاجات هي أكثر شيء مؤلمة في الموضوع. بتلاقي إنه أنت صورت بين هاشتاجين: يا إما الأردن مش بخير يا إما كلياتنا ولي العهد. بس لاحظتوا كيف إنه عمر الطويل اعتبر الموضوع صار متعلق بعرض الشعب كله، مش بعرض الأمير ولا بعرض الأسرة المالكة لحالها. حساب باسم لينا كريشان كتب: التطفل على خصوصيات أي إنسان أيا كان مرفوض بغض النظر عن المبرر. للبيت حرمات ولأهل البيت حرمة. وبدك ما تواخذينا يا لينا، شو قصدك بأهل البيت؟ الصور مأخوذة في منتجع في الولايات المتحدة وما في بيت مبين بالصور. ما يكون قصدكم أهل بيت النبي عليه الصلاة والسلام.
لازم إذا حضرتي هاي الحلقة توضحي لنا بالتعليقات. قناة BBC العربية فجأة صار ما فيها تعرض هيك صور قالت بتتعارض مع سياسة التحرير وسياسة الخصوصية، والكو يا لطيف يا لطيف. لكن في التقرير اللي عملتوه ما ركزتوا إلا على تويتات اللي عم بتدافع عن خصوصية ولي العهد، ونسيت سياسة التحرير اللي مفروض تقدم الرأي ورأي الآخر. شوفوا هذا الاختيار للتغريدات. لم يخلو الأمر من الانتقادات لظهورهما في تلك الصور. لم نستطع انتقاء أي من هذه التغريدات المنتقدة التي لا تليق بسياسة BBC التحريرية أو التي تليق بسياسة BBC التحريرية. هنا أسامة الرواشدة: أود أن أعبر عن امتعاضي الشديد بشأن نشر صور حضرة صاحب السمو الملكي الأمير حسين وحرمه في شهر العسل. نحترم خصوصية سموهما وحقهما في الحياة الشخصية، لنكن متسامحين ونحترم خصوصية الآخرين، فالحفاظ على الخصوصية حق مشروع للجميع. هنا تدوينة محمود: بعض الناس من المجتمع ما عنده ثقافة احترام الخصوصية إطلاقا، ولازم يحشر مناخيره في كل شيء ما بيخصه. لقد وقعنا في ازدواجية مقيتة بين التدين الشكلي المظهري وأفعالنا الحقيقية. هاي الازدواجية اللي احنا عايشين فيها هسه واللي بلغت ذروتها في زماننا. أما هنا أحمد الزعبي: الصورة أقل من عادية، بس اللي صورها ما يستحي واللي نشرها ما عنده ذمة ولا ضمير. أما هنا تدوينة لأحمد: معيب جدا الخوض بخصوصيات رجل وزوجته مهما كان منصبه أو مكانته في المجتمع. لا يحق لأحد التحدث عن تلك العلاقة سواء بكلمة أو بصورة، فهذه التصرفات ليست من عاداتنا التي تربينا عليها، ومن قام بهذا التصرف وما يتحدث عنه بشكل أو بآخر فإن نوائب الدنيا تدور. حاول التواصل مع الديوان الملكي الهاشمي للحصول على تعليق على الأمر، لكن لم يتسنى لنا ذلك. وعلى أي حال فمسألة تسريب صور المشاهير ليست بالأمر الجديد. الكثير من أفراد العائلات المالكة تعرضوا لأمور مشابهة. شفتوا كيف؟ بقول لك BBC سياساتها التحريرية ما بتسمح لها تعرض حتى آراء المنتقدين، وبالآخر بتقول لك لا هني أول حدا ولا آخر حدا. لكن المقطع المهم في تقرير BBC هو اللي كشف مصدر الصور. ركز منيح على هذا المقطع. لكننا حاولنا التحقق من صحة تلك الصور، ووجدنا أنها نشرت على موقع عبري يدعى Fashion Forward. هذا هو الموقع. يتحدث الموقع في الصفحة التي ينشر فيها الصور عن العلامة التجارية لزي السباحة الذي كانت ترتديه الأميرة رجوة، ويقول إن مصوري الباباراتسي التقطوا الصور عندما كان الثنائي على الشاطئ في كابو في المكسيك. وينسب هذا الموقع العبري الصور لموقع آخر يدعى سبلاش نيوز، وهو موقع معني بأخبار وصور المشاهير والشخصيات العامة. حاولنا نحن في ترندنج التواصل معه للتأكد من صحة الصور، وقد أكدوا لنا أنهم بالفعل كانوا أول من نشر هذه الصور وإنها حصريا لسبلاش نيوز. هون BBC وقعت بتناقض ثاني. من جهة قالت ما فيها تنشر صور مش متأكدة من صحتها، وبعدين بتقول لك موقع سبلاش الإسباني أكد لها إن الصور صحيحة، ومع هيك BBC ما نشرتها. بس مش هذا المهم. المهم إنه حتى BBC ما عرفت بالصور إلا من الموقع الصهيوني اللي اسمه فاشن، وبررت له إنه كان قصده يشوف الماركة تبعت المايو تبع الأميرة. يا حرام ما كان قصده شي عاطل أبدا، ومش إنه هو السبب بنشر هاي الفضيحة. الصحفي الكندرائي كوهين اللي حكينا عنه بحلقة سابقة كان سابق BBC بنشر الصور على حسابه على تويتر. قبل BBC بكم ساعة عمل ريتويت لحساب باسم أبعت، نشر الصور وكتب عليها تعليق بيقول: الموضوع مش صور، الموضوع انه هذا الولد يتصرمح على حسابنا بملايين الدولارات كل يوم، الموضوع انه بيصرف فلوسنا وشعبنا مش ملاقي ياكل، انه مرته زي مادونا وعامل حاله ابن الرسول وبده يحكمنا، الموضوع انه قرفنا ولو يحكمنا نتنياهو اشرف إلنا. كوهن الكندرة علق وكتب: حساب أردني نفضل أن يحكمنا نتنياهو. وإذا بتفتش وبتدور بتلاقي يمكن حساب أبعت بتديره المخابرات الصهيونية أو شي حليف لإلهم. بس صار واضح جدا إنه أكثر حدا كان مهتم بنشر هاي الصور ويعمل ضجة حولها هن الصهاينة أنفسهم، سواء من موقع فاشن تبع الموضة أو بتغريدات كوهين الكندرة. المصيبة إنه كوهين هذا بعد كم ساعة بس نشر على حسابه إنه هو عامل زيارة للأردن. وانا من جهتي بقول صحتين للمخابرات الأردنية، صحتين لما ما فيكم تفتحوا تمكم بحرف واحد إزاء محرض ضد النظام وضد الملك لما يكون صهيوني، حتى لو كان صهيوني ما حدا معترف فيه كاره لنفسه ومثل اللقيط. إن يكون الصهاينة هن اللي استغلوا الصور عشان يعملوا فضيحة للأسرة الحاكمة في الأردن لا يعفي ولي العهد إنه يتحمل مسؤولية السلوك تبعه. إنه يا أخي تارك مرتك بالمايو وواقف وراها عم بتبكلها الستيان، يا رجل سيبك من المايو ومن الفضيحة،
منظرك كولي العهد بالصورة مش ظابط، وهذا لحاله مصيبة كبيرة. يعني اعمل حساب انه هاي يوما ما راح تصير ملكة للأردنيين. بصراحة ولا مرة شفنا الملكة رانيا بهذا اللباس. أما تبعون الخصوصية فخلوني أحكي كلمتين. هاي الخصوصية لما يكون الأمير ومدامته مستأجرين شاطئ خاص، أو لما يكونوا في بيتهم. بس لما يكون على شاطئ مليان ناس واللي رايح واللي جاي شايفهم، هذا ما عاد اسمه خصوصية. بس هيك، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.